السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم تخزين المانجا. طبعا احنا في موسم المانجا، والمانجا كتيرة قوي ما شاء الله في السوق وسعرها كويس. فالنهارده حبيت اجيب شوية مانجا كده واخزنهم معاكم. اول حاجة يا جماعة، عشان نخزن المانجا لازم نختار اللي هي بتكون فيها لحم كتير. ما نختارش اللي هي بتبقى مثلا رفيعه. في واحده هنا رفيعه مثلا زي كده مثلا، دي مش هتبقى فيها لحم كتير، وفي نفس الوقت مش هتبقى تديكي نفس القطر ونفس القيمه في الكبيره. فدي المانجا دي بيسموها زبده، بتبقى فيها لحمتها كتير، القشره بتاعتها بتكون رفيعه مش بتكون تخينه، النوى بتاعتها برضو بتكون صغيره، فانتي هتستفادي من اللحم بتاع المانجا. وفي نفس الوقت مش بيبقى فيها مش بتكون متفله من جوه. يعني الصغيره اوقات بنلاقيها متفله وفيها شعر كتير قوي. فالمانجا الكبيره دي بتكون حلوه ان هي مش متفله ولا بيبقى فيها الشعر، يعني هتستفادي من اللحم بتاعها بس. خلاص، بس اول حاجه يا جماعه عايزاكم تعملوا لي لايك واشتراك في القناه. هنعمل ايه؟ في طريقتين لتخزين المانجا. اول طريقه انا بستعملها وبحب استعملها، بس للاسف الاولاد مش مخليني ان انا استعملها اصلا. هجيب كيس كاراتيه زي ده. كيس الكاراتيه يا جماعه فيه سر خطير في تخزين الحاجه. يعني لو عندك شويه ليمون وحبيتي تحطيهم في التلاجة لمده شهر او اكتر، ما تحطيهمش في كيس نايلون وتحطيهم في التلاجة، هتلاقيه بيبوظ وبيمرض وبيبقى مش لطيف. اكياس الكاراتيه بجد بجد يعني تحفه. حطي فيهم الليمون وتخزنيه في التلاجة لمدة شهر، اقسم بالله بيبقى جميل جدا. ونفس الوقت برضو المانجا بتاعتي بجيب المانجا زي ما هي صاحيه كده وبحطها في كيس الكاراتيه اهو بالطريقه دي اهو مثلا كده، واخزنها بقى في الفريزر. تقعد معايا فتره طويله جدا، سنه بحالها، تفضل زي ما هي محتفظه بالقيمه الغذائيه بتاعتها ونفس اللون. هتجيبيها هتحطيها بره شويه في الثلاجه وهتطلعيها زي كده، هتسيبيها بره ربع ساعه بره الثلاجه، وبعد كده تحطيها بقى تعملي عصير في الثلاجه، هتبقى زي ما هي فريش وطازه ومحتفظه بنفس اللون والقيمه. بس انا للاسف مش بعمل الطريقه دي. ليه؟ لان انا عندي الاولاد اصلا بيحبوا المانجا يحطوها في الفريزر لحد ما تتلج وياكلوها، فانا لو عملت الطريقه دي مش هلاقي حاجه ان انا اخزنها اصلا. فالطريقه دي انا مش بعملها. بحب الطريقه اللي هي ان انا اقطع المانجا. هنشوف هنقطعها ازاي. هنجيب المانجايه، بس الطريقه انك انت تشيليها بالطريقه دي زي ما هي صاحيه بجد جميله قوي، بتقعد معانا فتره طويله ومحتفظه بالقيمه الغذائيه بتاعتها. كمان لو مش عندك باكان في الديفريزر مثلا، ما عندكيش باكان، ممكن تقطعيها زي ما انا هعملها دلوقتي، وهتبقى نفس هي الطريقه اللي هنستعملها في تخزين اللي هي صاحيه زي ما هي. هبدأ نقشر المانجا بتاعتنا يا جماعة بالمبشرة كده بتاعت البطاطس. نطلعها. بص القشرية اصلا بتاعتها رقيقة، المبشرة مش عاملة. هقشرها كده اهو. نقشر المانجا كلها بالطريقة دي اهي، مش حاجة هتطلع معانا في القشر. وهنشيلها في الفريزر منين ما نحب نطلعها لحد اخر كيس، هتكون زي ما هي محتفظه بنفس اللون والقيمه الغذائيه بتاعتها، وهتبقى معانا عصير فريش وجميل جدا. خلاص، بس لما تحب تحتفظي بحاجه يا جماعه، اكياس الكاراتيه زي ورق الفويل بالظبط، يعني نفس ورق الفويل لما بتحتفظي بيه بالحاجه ويقعد معاكي فتره طويله، هي اكياس الكاراتيه. بس بجد والله العظيم
بحتفظ بالليمون في التلاجة شهر واكتر في كيس الكاراتيه، ما بيجرالوش اي حاجه. خلاص انا قطعتها بالطريقه دي. هبدا اجيب الطبق بتاعي وهنقطع مانجا كده اهو. حابه تقطعيها بالطريقه دي تشيلها كده ماشي، حابه مثلا تقطعيها مربعات وتشيليها عشان لو حبيتي تعملي مثلا كنافه بالمانجا ولا حاجه تحتفظي بيها، هتبقى معاكي مربعات طالعه زي ما هي اهي. خلاص انا بحب اخزنها بالطريقه دي عشان عندي الاولاد زي ما قلت لكم بيطلعوا المانجا من الفريزر متلجه وياكلوها اهو يا جماعه. شايفين تبقى النوى بتاعها صغيره مش بتبقى كبيره، فكل اللي هيطلع من معاكي اللحم هياخد معاكي كتير قوي، هيطلع معاكي كتير قوي. خلاص قطع واحده كمان. هي المانجا الايام دي الحمد لله رخيصه وحلوه، الموسم بتاعها اصلا. انا جايبه الكيلو ب10 منها الكبيره دي، وفي منها الصغيره بتبقى ب7، بس الصغيره زي ما قلت لكم مش هيقطع معاكم كتير، انما الكبيره دي هي اللي بتبقى فيها لحم وهي اللي هتستفادي منها. فبالمره هاتي الكبيره الزبده دي هتقطع معاكي كتير قوي وهتستفيدي من اللحم بتاعها، بدل ما خساره تبقى ايه المانجايه كلها قشر وكلها نوى مش هتبقى معاكي كتير. خلاص اهو نقطعها زي ما هي كده اهو. نفضي البذرية خالص خسارة. خلاص انا كده فضيت البذرية كلها اهي. خلاص هخلص الكمية اللي معايا كلها دي وهرجع له نشوف هنخزنها ازاي في التلاجة ونحطها ازاي اهو. يا جماعة بعد ما خلصت الكمية اللي معايا كلها عملتها على 2 دي عملتهم القطعة دي هخليها صاحية زي ما هي علشان احطهم في التلاجة لو حبيت اعمل كنافة اعمل تورته اعمل اي حاجة وحبيت ان انا اطلع منها واحط على التورته او الكنافة هتكون زي ما هي فريش وطازة ومش هيجرالها اي حاجة. هجيب علبة تلاجة زي كده وهحط فيها القطع بتاعتي وهنشيلها في الفريزر، هتقعد معايا صاحيه زي ما هي وقت ما تحبي تحتاجيها، يعني تلاقيها صاحيه زي ما هي بالظبط كده. تقطعيها مربعات تحطيها على الكنافه، تحبي تحطيها على التورته، تحبي تحطيها على اي حاجه هتلاقيها. بس اهم حاجه ما تحطيهاش في كيس، لو حطيتيها في كيس هتتهري منك. فحطيها في علبه تلاجة زي كده اهو وهتطلع معاكي زي ما هي. دول بقى المانجا اللي كانت مهريه، كانت مستويه زياده عن اللزوم فطلعت بالطريقه دي. خلاص انا مش هحط لهم سكر يا جماعه. في ناس بتحط سكر لما تيجي تخزن المانجا، بالعكس لما تحطي سكر بتتهري معاكي بقى اكتر من الاول. فحابه الحاجه تبقى معاكي فريش وهتبقى زي ما هي بالطريقه دي. هجيب كيس اهو كده وهبدأ اخد على قد شوب العصير اللي هعمله، مش هكتر عشان لما تطلع من الفريزر وتيجي تحطيها تاني لونها بيتغير. فانا مثلا كفايه كده اهو على قد شوب العصير اللي هعمله بس، يعني كتري اكياس براحتك بقى اهو.
دول حلوين قوي على قد العصير اللي هعمله اهو. خلاص هيبقى كده وهيتحط في التلاجة بكل سهولة. ودي القوالب اللي هنحطها في الفريزر زي ما هي في علب التلاجة زي ما هي بالطريقة دي. خلاص يا رب يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم. متنسوش حبايب قلبي تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، ويا رب الفيديو يكون خفيف عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.